احنا دلوقتي في الفيديو التاني زي ما وعدتكم لترشيحات لافضل موبايلات في 2025. كنت عملت لك فيديو يا صديقي عن افضل موبايلات في فئه ال 10000 جنيه. لو ما شفتوش روح شوفه، هسيب لك الفيديو تحت في الكومنتات او في الاي اللي فوق. النهارده بقى معانا في الفيديو ده ترشيحات لافضل موبايلات في سعر ال 20000 جنيه، وفي السعر ده هتلاقي موبايلات كتير قوي كويسه، وهتلاقي برضو موبايلات عليها ضجه جامده بس ما انصحش بيها. فلو انت يا صديقي مقرر ان انت تشتري، استنى واتفرج على الفيديو ده للاخر علشان تعرف تختار تشتري ايه. يلا يا صديقي ما اطولش عليك ويلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل اللايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك علشان يوصلك فيديوهات الترشيحات اللي جايه الفتره اللي جايه. يلا بينا يا صديقي نبتدي باول شركه وهي شركه ريلمي. ريلمي نزلت موبايلين بصراحه جامدين، لكن ما حدش يتكلم عنهم كفايه علشان سعرهم لما نزل كان غالي، لكن مع الوقت سعرهم رخص واظن انه بمصفقه محترمه. اول موبايل معانا هو الريلمي 14 برو ال 5 جي، البرو مش البرو بلس. الجهاز ده حرفيا مظلوم ومحدش واخد باله منه، بدايه من الشاشه الاوليد اللي بيوصل سطوحها ل 1400 نتس، يعني تحت اشعه الشمس هتشوف الشاشه دي كويس جدا. بص يا صديقي، لو انت مش متعود عامه على الشاشات الكيرف، لان الموبايل ده شاشته كيرف، انصحك ما تشتريش موبايل شاشته كيرف. لكن لو انت متعود وجربت موبايل قبل كده شاشته كيرف، عادي مش هيفرق معاك اي موبايل تاني، لان الشاشه الكيرف دايما ليها طريقه تعامل وسكرينات مخصوص وحاجات زي كده. فخدها قاعده عامه في اي موبايل انت بتشتريه. متعود على الشاشه الكيرف، هات عادي موبايل بكيرف. مش متعود، انصحك لا وخليك في الشاشه المسطحه. الشاشه صديقي زي ما قلت لك كيرف، واستحواذ الشاشه من الواجهه حوالي 91%، فتجربه المشاهده على الشاشه دي فعلا تحفه. تاني حاجه قويه في الموبايل ده وهي المعالج جاي من ميدياتك دايمنسيتي 7300، هيشغل لك بابج على 90 فريم مستريح جدا، ده غير الاداء الثابت اللي هتشوفه على واجهه ريلمي. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل وفيها مثبت بصري حقيقي او اي اس. هي الكاميرا مش الافضل لكن شغاله ومقبوله على الفئه دي. بطاريه جايه من نوع سيليكون كربون 6000 ملي امبير، مع شاحن مش سريع قوي لكن برضه يظل سريع 45 واط. كمان الموبايل مقاوم للميه والغبار بمعيار اي بي 69، وكمان الموبايل فيه سماعات ستيريو، والتصميم بتاع الموبايل خفيف وانيق، وكمان كده مع التلج ولا الظهر بيغير لونه، يعني لو يفرق معاك الموضوع ده. بس طبعا زي ما انت عارف يا صديقي مفيش موبايل من غير عيوب. الكاميرا مش قويه والجسم كله من البلاستيك، واظن انه في موبايلات احسن منه في الخامات في الفئه دي. سعره حوالي يا صديقي دلوقتي 20000 جنيه للنسخه 8 جيجا رام مع 256 مساحه تخزين. لو اولوياتك الاداء والالعاب والبطاريه الضخمه، ارشح لك الموبايل ده وبقوه. لكن لو الكاميرات تهمك اكتر يا صديقي استنى شويه. في بقى اخوه الاكبر الريلمي 14 البرو بلس، ده بقى النسخه الاعلى شويه، بس الفرق بينه وبين اخوه الصغير مش فرق كبير، بس في شويه حاجات ممكن تهمك. عشان كده مش بحب اصور غير الفجر. عندك في الموبايل ده كاميرا تيليفوتو، والمعالج سناب دراجون 7 اس جين 3، وشاحن اسرع 80 واط. بس طبعا السعر هيروح ناطط ل 25 او 26 الف جنيه. فلو عايز راي صديقي، لا انا اختار العادي افضل لان الفروقات مش كبيره. نولع بقى المنافسه شويه ونروح لسامسونج. عندهم موبايل عليه جدل كبير جدا وهو الاي 56. ببساطه كده لو انت بتدور على تجربه استخدام ناعمه وجوده خامات، تروح للموبايل ده على طول. نروح طبعا للشاشه واللي هي معروفه من سامسونج، السوبر اموليد بتوصل لسطوع 1200 نتس، الوان طبعا رهيبه كعاده سامسونج، وكمان المعالج الاكزينوس 1580 هيديك اداء ثابت ومستقر جدا، وهيشغل لك بابج على 60 فريم. بص هو يقدر يشغل لحد 90 فريم وممكن كمان 120، بس دي مشكله دعم المطورين مع اجهزه سامسونج او مع معالجات اكزينوس بالاخص. مع واجهه سامسونج الوان يو اي 7، طبعا اكيد دلوقتي هينزلوا الابديت الوان يو اي 8 لما ينزل، وبالنسبه لي بصراحه دي اهم ميزه في الموبايل لانها سلسه جدا وهتديك دعم للتحديثات ل6 سنين قدام. الكاميرا الخلفيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري او اي اس، والترا وايد 12 ميجا بكسل، والسيلفي 32 ميجا بكسل. وباختصار دي من احسن تجارب الكاميرا في الفئه دي. بالنسبه لي العيوب اللي ممكن تضايقني في الموبايل ده، اول حاجه وهي الشبكه. مع موبايلات سامسونج في الفئه دي اللي هي الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه، دايما الشبكه كده متذبذبه، يعني شويه كويسه شويه ضعيفه وهكذا. وكمان مفيش مستشعر مكالمات حقيقي هاردوير في الموبايل، ودي حاجه بتضايقني جدا انا شخصيا. وطبعا مفيش شاحن في العلبه زي ما احنا عارفين، والبصمه بالنسبه لي مش الاسرع في الفئه دي. سعره دلوقتي للنسخه ال 128 21000 جنيه تقريبا، والنسخه ال 256 حوالي 23000 جنيه. من الاخر الموبايل ده لو انت بتدور على تجربه تصوير قويه واداء سوفت وير مستقر وقوي، الموبايل ده ليك. لكن لو عايز اداء جامد في الالعاب، في بدائل تانية اقوى بكتير. ندخل بقى على شاومي وهو الريدمي 14 البرو بلس. الموبايل ده شاشته حلوه اموليد 120 هرتز، سطوعها عالي
بيوصل ل 1800 نتس. طبعا ده معناه ان انت هتشوف الموبايل تحت اشعه الشمس كويس جدا. التصميم شيك، فريم من المعدن، شاشه مسطحه وفخمه، والاحساس في الايد ممتاز. جايب معالج السناب دراجون 7 اس جين 2 وبيقدم اداء قوي جدا خصوصا في الالعاب، وهيشغلك ببج على 90 فريم. الكاميرا الخلفيه 200 ميجا بكسل، بس ما يغركش الارقام يا صديقي زي ما احنا عارفين. الصور في الكاميرا دي هتطلع لك صور بتفاصيل حلوه جدا في الاضاءه القويه، بس في الاضاءه الضعيفه الجوده بتقل جامد. البطاريه 5100 ملي امبير مع شاحن سريع 67 واط. بس الموبايل بالنسبه لي فيه كام ملاحظه. اولهم ان الموبايل بيسخن شويه كده مع الاداء الطويل، والكاميرا بالنسبه لي مش اقوى حاجه. سعر الموبايل دلوقتي حوالي 22000 جنيه النسخه 8 جيجا رام مع 256 مساحه تخزين. صفقه ممتازه لعشاق الاداء والشاشات المسطحه. نروح بعد كده لشركه فيفو، ومعانا موبايل منها هو لسه جديد، الفيفو في 60 ال 5 جي. طبعا يا صديقي انا عامل لك مراجعه عن كل الموبايلات دي على القناه، فالموبايل اللي يعجبك خش اتفرج عليه علشان تشوف كل تفاصيل الموبايل. الموبايل ده بقى معمول للي بيحب الشكل والكاميرا. التصميم خرافي، خفيف جدا، والظهر كده مش عارف تحسه لامع وتحسه مطفي، يعني عامل ازاز لامع مطفي غريب. بصراحة شكله تحفة. شاشة أموليد 120 هرتز، ألوانها مشبعة وبتدي تجربة ممتازة. الموبايل جاي بمعالج سناب دراجون 7 جيم 4، وده بالنسبة لي من أقوى المعالجات في الفئة دي، وهيديك تجربة تصوير كويسة واستخدام يومي رائع. الكاميرات بقى هنا من نقاط القوة في الموبايل. الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية كمان 50 ميجا بكسل، وكمان كلهم بيصوروا فيديو 4K 30 فريم. هيديك تجربة فعلا حلوة. الموبايل ده بالنسبة لي اللي يهيبه الفريم من البلاستيك، وفي الأداء العالي أو الألعاب التقيلة مش هيديك أفضل أداء. نروح بقى لخامس شركة وهي شركة اونر. نزلت موبايل كسر السوق بسبب امكانياته الحلوة وسعره الممتاز، وهو الاونر 400. شاشة اموليد ممتازة 120 هرتز مع معالج كويس السناب دراجون 7 جين 3، وكاميرا 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري حقيقي OIS، وبطارية 6000 ملي امبير مع شاحن سريع 80 واط، وسماعات ستيريو. طبعا كل المستشعرات موجودة فيه، وظهر كده زجاجي خفيف. الموبايل فعلا حلو وشيك. بالنسبة لي العيوب اللي في الموبايل ده تصوير الاشخاص بشرتهم مش بتطلع حلوة قوي، والتصوير في الاضاءة الضعيفة بالنسبة لي مش احسن حاجة، ومعيار الحماية في الموبايل IP66 مش 68 او 69 زي الموبايلات اللي فاتت. سعره حاليا نزل وصل لحد 20000 أو 19000 جنيه في السوق. موبايل بالنسبة لي شبه متكامل فعلا، وبرشحه بقوة. في موبايل معانا تاني بس أنا مش حابب أتكلم عنه لأنه سعره فعلا عالي وما بينزلش، وهو الرينو 14. سعره حاليا عامل 26000 جنيه أو 25000 جنيه، وأنا ما برشحوش بصراحة. ولو أنت شخص جيمر وعايز موبايل للألعاب بس، معاك البوكو اكس 7 برو. الموبايل ده سعر حوالي 17 أو 18000 جنيه، والموبايل ده هيديك تجربة ألعاب مش هيديها لك أي موبايل تاني. ألخص لك بقى يا صديقي كل الكلام ده. لو يهمك التصوير روح للسامسونج A56. لو يهمك الأداء فبالنسبة لي أحسن موبايل في الأداء عامة كألعاب البوكو اكس 7 برو، لكن لو الأداء عامة فهتضطر تروح للرينو 14 بس سعره عالي قوي. أما بالنسبة لي الموبايل المتوازن في كل حاجة هو الأونر 400. وطبعا زي ما قلت لك يا صديقي كل الموبايلات دي موجود شرحها تفصيلي على القناة، وهسيب لك لينك كل الموبايلات دي تحت في الوصف. واكتب لي يا صديقي في الكومنتات انت هتختار انهي واحد. وطبعا لو انت وصلت لحد هنا فما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، لانه ده بيفرق كتير. سلام.